السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ النهارده عاملين ايه؟ النهارده بقى كنت عامله بصراحه تشكيله مخللات وكنت مخزناها لرمضان، يعني تقريبا كده بقالي شهر عاملاها. بس النهارده اكتشفت ان المخللات ديت معايا جاهزه كلها، يعني كان معايا تشكيله مخللات كويسه بصراحه. كان معايا بتنجان وخللته، ومعايا ليمون، ومعايا لفت، ومعايا كمان الكرنب، ومعايا كمان اللهم صل على النبي الليمون. الليمون ده انا عملته بطريقه سهله جدا، وما كنتش اعرف بصراحه ان الليمون ممكن يتخلل بالطريقه، يعني بالسرعه ديت، ويبقى بالجمال والحلاوه دي. هوريهولكم بقى واحده واحده كده علشان تشوفوا جمال المخلل وحلاوته. وزي بقى ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، هوريكم كل حاجة بوضوح زي ما انتم شايفين. هطلع حاجة حاجة واوريها لكم، ومش هكدب عليكم في حاجة. دلوقتي بقى انا بطلع البتنجان ده، انا ما كنتش عارفة ان هو اصلا طب ولا لا. لان البتنجان في طبيعته، يا حبايبي بيغيب اصلا على ما على ما يتخلل وكده. بس بصراحة كان قلبه، بصوا، كان تحفة، كان طعمه جميل واستوى، وبسم الله ما شاء الله. انا اول مرة اعمل بتنجان في الحلاوة دي، ومعرفش ان هو اصلا استوى كده. بسم الله ما شاء الله. شفتم؟ كنت بعمل لكم ان هو ممتاز. كان جميل جدا. والليمون بقى بصراحة فيه حتة مزازة كده، تحفة. انما المهم، الطريقة اللي لو انتوا عايزينها وكده هعمل لكم فيديو تاني بكل الطرق اللي انا عملتها. البتنجان والليفت والليمون كله كنت عاملاه مره واحده، بنفس الميه وبنفس الملح وبنفس كل المقدار. كل ده عملته مره واحده. قلت بالمره بقى. حتى كمان كنت عامله خيار، بس خلص بصراحه، لان من حلاوته وجماله ما استناش. هنا بقى كنت بفتح معاكم الليمون اهو واحده واحده عشان اوريكم قلبه، وازاي ان هو طاب من جوه، وكان طعمه بصراحه تحفه. هنا بقى كان بصراحة الليمون، انا دي تاني مرة ان انا اعمله، طلع بالجمال والحلاوة ديت. كنت عمري في حياتي ما عملت الليمون، بس بصراحة لما جربت الطريقة ديت بقيت بقى ان انا اعمل بيها كل مرة. نسيت بقى اقول لكم كمان ان انا عملت الزيتون. الزيتون ده كنا جايبينه تقريبا من شهر، وما كنتش اعرف برضو ان هو هيتخلل ويبقى بالمزازة دي والطعامة دي والحلاوة ديت. اهو هوريهولكم بقى برضو. انا حبيت ان انا اوريكم جميع اشكال المخللات اللي انا مخليها. المخللات ديت انا كنت عاملاها اصلا اساس رمضان، يعني كنت مخزناها وعامله حساب ان هي هتبقى طيبه على رمضان وكده. لكن بصراحه لما فتحت عليه لقيتها بسم الله ما شاء الله كلها طيبة. المهم حبيت ان انا اوريكم برضو الزيتون وكده، ان هو استوى وكان كويس معايا، بس كان فيه سنة مرارة شوية. فقلت لا، هسيبه كمان كمان شوية. مش هناكل منه دلوقتي، لان بصراحة لما كل ما بتسيب الزيتون في قلب المية بتاعته كل ما بتزيد حلاوته. هنا بقى كنت بوريكم كمان مخلل اللفت. وطبعا الشتاء ما يحلاش غير بمخلل اللفت. طبعا موجود دلوقتي في السوق، وكلنا عندنا اللفت موجود في اي سوق، وطريقته سهلة وكلنا طبعا عارفينها. طبعا لو عايزين الطريقة هعمل لكم فيديو يعني فيه الشرح كل حاجة عن المخللات بكل المقدار، وكل اللي انا استخدمته في الطريقة ديت. انا عملته كله مع بعض، اللفت والزيتون والليمون والبتنجان والخيار والجزر. كنت عاملة برضو جزر بس بصراحة خلص. المهم كان فاضل برضو عندي شوية كرنب انا كنت عاملاها، وبعدين مرضتش ان انا ارميه. قلت والله العظيم ان انا مكملة بيها ومخللة. بصراحة كان طعمه برضو تحفة. ما استناش. لو عجبكم بقى يا حبايبي الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة، وتصلوا على النبي في الكومنتات، وتتابعوني علشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله هعمل لكم جديد في جديد.